يا اخوان رحيمي كان ضاغطهم وكشف فريقهم كامل. اسمعوا انه لاعب كرة القدم يجب ان يخفف من الدراما. هو ممثل رائع، يعني داخل المباراة يبغى حاجتين في حياته. يعني امس وهو مصلي العشاء دعا دعوتين: اللهم ارزقني بركلة جزاء، واللهم قدرني ان اخرج احد اللاعبين بالبطاقة الحمراء. وليد الفراج اكثر ما كثر الله في السعوديه بلنتيات الهلال. ما اذكر انك طلعت قلت يدعون انهم يحصلون بلنتي، اغلب بلنتياتهم غير صحيحه. ما شفناك تتكلم بالكلام هذا. ليش يا رحيمي تطلب بلنتي؟ بلنتي صحيح ما حسب لها اصلا. اسمع شو يقول بعد. والحماس العظيم الذي تشاهده في اللاعب عندما يشوف، بس من يشوف الازرق اوه يقلب برشلونه، يصير ما في يلعب في دوري ابطال اوروبا. يعني كان يعني اوفر شويه، ضربني يعني ما كانت. يا رحيمي وليد الفراج واعلام الهلال ومساحات الهلال يقولون لك لا تلعب حماس قدامنا ثاني مره. يا اخي فضحت الدفاع، يا اخي فضحت دفاعاتنا وحارسنا يا اخي. يتبكبكون هم، يقول انت تبقي بالبلنديات، هم يتبكبكون في المساحات وفي البرامج. يقول ليش يلعب بحماس؟